ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ لو عندكم علبة المعطر دي وطبق الحلويات ده، طبعا ما بنرميهوش علشان ننفذ بيه الافكار الجميلة اللي احنا بننفذها. الفكرة بتاعت النهاردة، تابعوا النتيجة للنهاية علشان تشوفوا هتعجبكم ولا يعني مش قد كده. علشان انا مش عارفة بصراحة كانت الغلطة فين، فياريت تقولولي. اول حاجة، انا خدت الجزء ده من علبة المعطر. هي العلبة يعني البلاستيك بتاعها تقيل شوية، فبصراحة تعبتني شوية في القص، وشوية بالكتر وشوية بالمقص. المهم الحمد لله في النهاية اتقصت معايا. هسويتها كده بالمقص. وتاني خطوة انا ركنتها، وتاني خطوة خدت بقى الطبق بتاع الحلويات ده، رسمت عليه بالطبق كده نص دايرة، وبعد كده حركت الطبق شوية كمان وعملت نص دايرة تانية. وطبعا احنا اتعلمنا ان الحركة دي بتعمل معانا الهلال بمنتهى السهولة. انا كنت حابة افرغه، فخدت نفس الهلال، بس بعده بنص سنتي من كل الاتجاهات، بحيث ان هو يكون متفرغ لما اجي اقصه. هنا بدأت اقص بالشكل ده. خلصت كده، هقصه الناحية التانية، وبعد كده هفرغ من النص بحيث يبقى الهلال معايا يعني من النص فاضي. هنشوف دلوقتي ازاي. القناة عليها افكار كتيرة جدا، فلو مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي فكرة جديدة انا بعملها. وما ننساش اللايك والشير عشان اصحابنا كمان يشوفوا الافكار دي. هنا انا بدأت افرغ الهلال بالكتر عشان يكون مظبوط معايا اكتر. ولحد كده الفكرة كانت معايا تمام. بس هي في فيديوهات كده وافكار سبحان الله، يعني من اولها بتبان ان هي يعني متعبة. المهم فرغت والدنيا تمام، وبقى الهلال معايا متفرغ زي ما انتوا شايفين كده. لحد كده الموضوع ماشي معايا كويس. بعد كده المفروض الخطوة اللي بعد كده ان انا كنت هغلفه بشكل عشوائي كده، يا اما بخيط الخيش ده يا اما بخيط مكرمية. انا قلت علشان معظم الحاجات اللي انا عملتها قبل كده بخيط الخيش، فقررت ان انا استخدم خيط المكرمية. شلت اول جزء ده عشان ما بيكونش منتظم، وبعد كده بدأت اثبت. هو تقريبا بقى الغلطة ان الهلال طبعا علشان بالكرتون، المفروض كنت اعمله بحاجة زي سلك، اللي هو السلك المجلفن ده، بس انا مش عندي، فقررت ان انا اعمله بالكرتون. بس طلعت بقى ان الكرتون غالبا خفيف. فلما عملت عليه بالخيط كده بدأ ما يكونش مظبوط معايا، بدأت الكرتونة تروح معايا يمين وشمال. فحسيتها ان هي يعني ايه، بدأت الفكرة تخرج من ايدي يعني، زي ما انتوا شايفين كده. طبعا مستنية رأيكم في الكومنتات. بس ايه يعني، وانتوا بتقولوا رأيكم بالراحة كده عشان انا بصراحة اصلا الفيديو ضايقني. ف طبعا بس رأيكم يهمني، وطبعا يعني بحب اوريكم اي حاجة انا بعملها حتى لو طلعت مش عجباني قوي، بس برضو تبقوا عارفين يعني اللي انا بعمله كله عبارة عن ايه. كده تمام. هشيل بقى الجزء اللي هو الزيادة ده. حاولت اظبط كده ما يمكن تظبيطه يعني، بس مش عارفة يعني، مش مقتنعة بيها يعني. كده تمام. بدأت بقى الخطوة اللي بعد كده ان انا اجيب خليط من الجبس والاسمنت، وده كان الهدف منه ان انا هعبيه في العلبة في الجزء اللي انا قصيته من العلبة بتاعة المعطر، بحيث ان انا لما اثبت عليه الهلال يكون تقيل وثابت ما يقعش كل شوية مني. هنا انا عملت خلاص الخليط، وزي ما انتوا عارفين انا بحب اعمله تقيل شوية بحيث ان هو ما يعني ما ياخدش وقت في ان هو ينشف. كده تمام. وبعد كده انا ما اضطريتش طبعا ان انا ادهن العلبة بالزيت، لان انا مش هطلعه منها يعني، انا كده كده مش هفرغ العلبة من الخليط، فمش مشكلة عندي خالص ان انا ادهن طبعا بالزيت. كملت كده وفضيت باقي الخليط خلاص في العلبة، واستنيت بقى.
هحط طبعا الهلال كده فيها، وعلشان يعني يثبت ويبقى تمام ثبته بعصايتين كده شيش من في الجزء اللي ورا فيه. طبعا ثبتهم فيه بمسدس الشمع، حاولت اظبط كده. وهنا انا ما كنتش مقتنعة اصلا خلاص كده بالفكرة، بس حبيت اكملها بصراحة عشان تشوفوا معايا النتيجة وتقولوا لي معايا رأيكم كده. ايه الغلط اللي انا عملته وليه طلع يعني مش حلو قوي. هنا هرش بقى الجزء اللي تحت كده بالسبراي الذهبي. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، بس زي ما اتفقنا كده حاولوا تجاملوني. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. تعالوا نشوف دلوقتي لما يخلص واحطه بقى بالإضاءة هيبقى شكله عامل ازاي. هنا انا خلاص كده رشيته واستنيت شوية بس لما السبراي ينشف. دي وحدة الإضاءة اللي احنا بقى اتعودنا عليها خلاص في شغل رمضان. هفكها كده وابدأ بقى احطه على الهلال بشكل عشوائي. تعالوا نشوف لما الإضاءة دي تشتغل ممكن يعني تحسن من شكله شوية. هنا ايه رأيكم؟ الإضاءة لما اشتغلت هي بصراحة بتدي شكل شوية. ايه رأيكم؟ مستنية رأيكم في الكومنتات، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.